عاملين ايه؟ شكلكم جامد فشخ والله العظيم، سقفه ليكوا طبعا. اول حاجه كده مين هنا في ثانويه عامه بتاعت السنه دي؟ يا لهوي ايه كل ده؟ سامعين جميعا؟ 75 تاني 95 يا ولد اللعيبه. ايه كل ده؟ طيب انا اللي مستغربه في السنه دي العيال الاوائل بتوع السنه دي شكلهم شبه اللي كانوا بيكتوا معايا. ايه ده؟ انا اعرف العيال الاوائل دي كانوا اوائل، كنت اشوفهم في التلفزيون وبيطلع هو ابوه وامه كده احنا اوائل. انتوا ما ذاكرتوش، احنا اوائل. لا المذيع بيسال واد نفسك تخش ايه؟ هنخش ايه؟ هو كان بيخلص الفلسفه انا وامه بنلم المنطق واخواته بيلموا الغسيل، احنا مخلصين كل حاجه. فافتكرت الثانويه بتاعت ثانويه عامه. كانت سنه غريبه جدا، انا ابويا كان بيستخدم معايا تربيه ودلوقتي تربيه حديثه، ابويا كان بيستخدم تربيه غريبه. يعني ابقى قاعد في اوضتي ما بذاكرش عادي، فتلاقي ابويا جه فتح الباب الاوضه قال لي ايه ده؟ تذاكرش؟ ما تذاكرش. هتسقط؟ ما تسقط. ما كنتش فاهم هل هو قصده مثلا اللي هو مؤمن بالحريات مثلا، بس انا بجيب صاحبتي البيت فلا يعني. طب هل هو الناحيه الثانيه اللي هو ما تذاكرش فانا بقى لا انا لازم اطلع انا وابويا في التلفزيون جبت بقى درجه. ما عملتش كده. وبعدين ابويا اصلا كان ظهوره في البيت كده هو عامل زي ظهور خاص، يعني نكتب اسمه قبل المخرج تحت كده على باب الثلاجه. ما كانش فيه كتير، فانا كان في درس باخده في البيت، كان مدرس على طول يقول لي نفسي اشوف ابوك، بس صوته بيقول نفسي اشوف لك راجل، نفسي اشوف حد ارد عليه اللي انت بتعمله ده. ففي يوم صدفت وابويا كان في البيت، بس هو ما كانش جاي هو كان معدي في الصاله صدفه. هو معدي كده فلقى في شباب قاعدين، افتكرها ظبطايه يعني هيروح بعد اذنكم يا شباب بس الدخان عشان البيت يعني. فاما جه اكتشف ان هو اب، فاللي هو يا ملل السنين خالد عامل معاك ايه؟ لازم اقولها اب. فالمدرس بقى نفسه يتكلم بقى قوي، قال له خالد ده لو يركز، قال له ولا ما يركزش. المدرس بدأ يترب كده، باصص له قال له هو انا عارف انت بتستخدم معاه اسلوب تربيه غريبه زي ما ابنك قال. هو بس لو يذاكر، قال له ولا ما يذاكرش. بدأ يشك ان هو جوز امي. وانا اما جت بقى النتيجه انا ما رضيتش انا اللي اجيبها، اديت لاختي الموبايل قلت لها هاتي انت النتيجه، قالت لي طبعا ان شاء الله تجيب مجموع. ما اعرفش ازاي كلهم عارفين انا ما بذاكرش. المهم خدت الموبايل بصت فيه، قلت لها ايه في ايه قاتل؟ طلعت قاتل ايه؟ قالت لي 63. قلت لها درجه العربي حلو يلا ها. قالت لي لا 63%. فانا بقى هقول لهم ازاي؟ ابويا كان سهل، اتصلت بيه قلت له يا بابا، قال لي النتيجه طلعت، قلت له لا ما طلعتش. جيت امي كانت غلبانه، يعني انا كنت في ادب وهي تقول لي يا رب يخش هندسه. ادعي صح، طب ادعي صح. دخلت عليها لقيتها قاعده قدام التلفزيون بتتفرج على وزير التربيه والتعليم ومستنيه حاجه. فانا عينيا كده ما تصعبيش عليا بقى هتقطعي قلبي. قلت لها يا ماما هو كلمني قال لي النتيجه تعالي. قالت لي قول لي. قلت لها 63. لا 93. يا ماما بجري وراها، لا بس ثانيه، لا جيب نفسي بقى يا ماما استني 63 اغمى عليها. فجت ناس بقى ما اعرفهاش بداوا يفوقوها وانا مش بفوقها معاهم، فبصين لي كده ولا انا السبب يعني مش هقدر يعني. فاقت وصاحت وقت قلت لي حرام عليك حرام عليك، السنه ضيعتها وضيعت فلوسنا، ده كان لسه نطلع في التلفزيون انا وابوك ونعمل جبنا 63 عشان نعرف نعمل كده. وعايز اقول حاجه، بطلوا تشاؤم، يعني الشباب شايفهم متشائمين قوي لان ثانويه عامه وبتاع دي نهايه العالم. لا دي بدايه نهايه العالم. انت داخل بقى على كليه جواز، شيل شويه التشاؤم دول الكلام ده. وهي فعلا مش نهايه العالم، ربنا يرزقك بحاجات كتير قوي ما تفكرش بجد والله. ممكن تسقفوا. دي انا ما كنتش محضرها بس قلت انا متاكد في ناس في ثانويه عامه قلت اقول لهم كلام ايجابي فباظت مني، ده ما كانش ايجابي خالص. المهم مين هنا مربي حيوان اليف؟ ايه ده؟ ايه كل ده؟ انتوا كتير عينه عشوائيه كله هيرفع يعني.
طيب مربيه ايه؟ قطه؟ لا مش دلوقتي، استنى. مين مربي كلب؟ انا مربي كلب اشوفها. بالك قد ايه؟ بقالي 8 سنين. استنى شويه. مين مربي كلب؟ ها؟ بقاله قد ايه عندك؟ سنه؟ ده تحسه بقى خالك. يعني انت راجع متاخر تفتح الباب تيجي شارب سجاير، خش مش هقول. وبعدين ممكن يقف في نص الصاله كده لو انت اتخانقت مع امك دلوقتي بقى تعيش هتعرف وتخش وتاكل لها. هي دي كل حاجه هتتحل. خش على اوضتك يقعد يعمل كده عندوش صوابع يعني، تقول له مين؟ يقول لك افتح كلب. تفتح يخش لا. زعل امك ليه؟ تقول له مش الكلب مش هتفهم حياه الانسان يعني. قوم صالح امك، يلا ام خالد حضرنا شويه دراي فود نتعشى. جميل. انت بقى مربيه قطه صح؟ مربيها ليه؟ قمر بتضحك عليكي كدابه. يا جماعه قولي. قطتين يعني 2 بيضحكوا عليكي. طيب ماشي. القطه 3 يا جماعه، مغفلين بيزيدوا يعني، انتوا عايزين. القطه مش سالكه، والله ما سالكه. جرب حطي القطه بتاعتك شويه اكل، تقول لك حبيبي مياو اللي جاب الاكل وتاكل. شيل الاكل بقى خلص، تقول لك تلبس عبايه سمراء تقف في نص الصاله مياو. ما انا لو متربيه في بيت رجاله كانوا اكلوني، انما انت. وبعدين تحسك جاب ضره لامك في البيت. جرب انزل وارجع كده تلاقيها بتردح لامك مياو مياو مياو. يا انت في البيت بقول لك ايه، جاب لي شقه في المركب وتقعدني لوحدي ما اقعدش مع امي. ما بحبهاش. عكس الكلب، يعني الكلب جرب اقول له معلش يا صاحبي شويه رجول فراخ احنا في اخر شباب. في ايه يعني؟ على النعمه من نعمه ربنا تمد ايدك وتاكل معايا. بس ما تسال حد مربي كلب. مين اللي مربي كلب؟ فيه كان حد هنا مربيها ليه؟ قول الحاجات البيزك بقى اللي هي مخلص جدع ابن بلد رقص في فرحي نقطني. اوعى يا جماعه، كل الصفات الحميده جدا دي في الحمار. رب حمار. الحمار فيه مميزات كتير قوي. الحمار انت لو صاحي متاخر رايح شغلك هو حافظ الطرق، قول له روح انت شغلك اروح انا مع الحمار. بعدين مفيش فرق بينك وبينه، يعني نفس الشغل يعني. بعدين الحمار انت جربت تاخد رايه في حاجه تقول له اكلمها، يقول لك كلمها. حاسس ان هي هتفكس لي، يقول لك هتفكس لي. حلو التيشيرت ده قوي اتفت حكايه. حمار. وبعدين هو بيصعب عليا قوي يا جماعه، لان لو حطيته في مقارنه مع الكلب، الكلب بيعرف يعترض. هو ما بيعرفش يتكلم بس بيعترض، يعني ممكن يكرمش وشه بتاع يمشي مش فايق الكلام ده وبتاع. الحمار بتبقى معدي من جنبه في الشارع تلاقيه يستنجد بيك. يا عم يقول انت شايف شياطين؟ يقول لك شياطين ايه؟ الراجل ده حاطط حاجات كتير قوي يا عم. يقول لي لا انت شايف شياطين يا عم. والله لا انا بتضرب. شياطين يا عم. شياطين ايه يا عم؟ وانا لو كلب ما كنت هتعملوا صفحه على الانستجرام وتشهروا ستوري بتاع والله انا عشان حمار. بيصعب عليا والله الحمار ده، بس انا ما بحبوش برضه. حمار في الاول وفي الاخر. انا بحب الديك الرومي. ليه بقى؟ انا لما كنت اجي العب في البلد انا واولاد عمي نيجي نلعب قدام الطيور وبتاع، فتلاقي الفراخ خرجت تلعب ما تجيبش على تلعب كسروا البيض وبتاع، لكن تلاقي الديك الرومي خرج كده قال لنا لا يا فراخ لا انا اللي بقول لكم العبوا. انا اللي بقى بحب الحيوانات. انا في فتره ما كان في واحده مصاحبها هي ما كانتش بتحب الحيوانات على قد ما هي كان فاكس بني ادمين. يعني انا شكيت للحظه ان صورتي كانت نازله على جروب انقذ حيواني، فانا حاله مش بتحبني. ده معرفتنا انا حبيت اعمل جامد وبتاع، فبكلمها كده ننزل فيرست ديت، فبقول لها نخرج فين؟ بتحب تروح فين؟ قالت لي ممكن نروح شيلتر. قلت لها فين ده، زمالك ولا تجمع؟ لا شيلتر ده بيبقى في القطط اللي رجليها مقطوعه، كلاب اللي مامتها وباباها قلت لها دار ايتام يعني. نعمل ايه؟ قالت لي نروح نلعب معاهم ونأكلهم ونجيب لهم لبس. طب تجيبي لنا الحاجات دي ايه؟ بعدين كانت غريبه جدا. يعني في مره كنا قاعدين بناكل، فقاعد في العربيه قاعده جنبي هنا وفي نمله اللي هي الكبيره دي واقفه على رجلي، فبعملها كده بكمل اكل. قالت لي حرام عليك. فانا دماغي عملت ايرور ثانيتين كده، قلت يا بنت كل
قالت لا حرام عليك، دي ممكن رجلها تتكسر. قلت لها طب كلي. قالت لي انت عارف ان دي ممكن تبقى ام ورايحه تجيب اكل لاولادها، انت ازاي عملت؟ قلت لها طيب اهو اديني يتمت العيال، ناكل عايز اكل. جت في يوم صحيتني الساعه 6 الصبح، قلت خالد اصحى دلوقتي. قلت لها في حاجه في البيت؟ قالت لي لا قوم بسرعه دلوقتي يلا، احنا في كلب في سرايا القبه هنروح ننقذه. قلت لها اجيب الرجاله والحزامه ونيجي. انا بقيت عبيط خلاص بقى. وبعدين هي مش فاهمه حياتي يا جماعه، ده مش كوميك ولا ميمز ولا اي حاجه، هي كانت من مدينتي وانا من عين شمس. ده كان حقيقي جدا. انا كنت دايما حاسس في العلاقه ان في حد جايب رغيف بلدي حاطط فيه 3 قطع سوشي وشويه طحينه. علاقه غريبه. انا في مره واحد صاحبي قاعد هنا مش هقول اسمه، عبد الرحمن اهو، اتصل بيا مكالمه عاديه جدا، كنت في البيت، قال لي يا خالد انا بتضرب في المطريه. قلت له طب خلص وتعالى. تعالى بقى على القهوه احكي لي الخناقه وبتاع، اصل هروح المطريه تكون خناقه خلصت واتضربت وبتاع. هي نامت وانا فضلت في ديلامه اسئله بقى. ليه في حد ممكن يصحى 6 الصبح يعذب كلب؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده اللي هو نعذب كلاب. مش منطقي ده وبعدين عايزين انقذه، ده الكلاب زمايله نايمين. المهم بعد كده جت تعرفني على اهلها، قالت لي بابا ماما اخواتي جوتشي كلبه. فانا تمام جوتشي. قالت لي لا جوتشي عايزاني احترمها، فلو جوتشي منوره الدنيا ست الكل. قالت لي جوتشي ما بيتخلفش. فانا الهم ركبني كده، لا تبقى عايز ابقى راجل. قلت لها لا لو في حاجه نلف على دكاتره مصر كلها. انا خالتي جابت دماغها بعد شقه يعني، ما تخافيش. بقيت اهبل، انا بقيت اهبل. بعد كده كملت قالت لي سلحوف. بصيت لي سلحوف كده، قلت له باشا منور الدنيا. فسلحوف فاهم العبط ده، قال لي بقول لك ايش ناقص عبط على المسا داخل الصدفه كده. مش ناقصه. قلت له سلحوف كانت صدفته مكسوره في الجاردن وصلحتها. انا افتكرتها تكمل بقى كلها حالات حيوانيه كده. قلت لي ضفدوع كان بيضرب فود، وكان عندكم في بلاعه في عين شمس خدته ونطيته المصحه اللي ورانا هنا. يا جماعه انا فعلا كنت حاسس ان الحيوانات فاهمه وبيشتغلوها. يعني هم عاملين جروب واتساب كده وقاعدين، والاسد ملك الغابه هو الادمن، جاي على بالليل كده راح باعت فويس نوت لهم بقول لكم يا رجاله ابعت لوكيشن واحده في مدينتي بتساعد، عايز اي حاجه. حاسس ان في يوم ممكن حد يلبي النداء، حد بيخبط عارف تفتح الباب يقول لها السلام عليكم يا ست الكل، اخوك الثعلب المكار. ولسه مبطل مكر وخارج من الحبس واللي فيه الخير، يعني اي 10 جنيه اطلع اركب اي حاجه اركبها والنبي. والله بجد كانوا بيشتغلوها. المهم سبتها انا دلوقتي سنجل، يعني دي دعايه. مبسوطين؟ هنرجع لابويا وامي تاني. ابويا وامي غلبانه قوي، بس لما بيجي عندنا ضيوف بتتحول. يبتدي بقى احس بتبقى حركات لعوبه كده وبتاع، وانا بحس ان الضيوف جايين يتابعوا شغلها في البيت. هل وصلت فعلا للمطلوب منها ولا لا؟ بعدين اقول لها يا ماما ليه كل حاجه؟ تقول لي انت عايزهم يقولوا عليها ست وسخه. لا ليه يا ماما؟ ليه حد هو نازل من على الباب يقول لا ست وسخه؟ لا ليه حد يعمل كده؟ بعدين ما بيجوا يقعدوا بتسيبني معاهم بقى مترازي وتمام، وبعد كده مره واحده بتتحول وهي في المطبخ تقول لي خالد اتربي. يقول لها ماشي يا ماما اروح. اقول لها في يا ماما؟ تقول لي حد شايفك انت جاي؟ لا يا ماما. تقول لي طيب الكيس الاسود ده وتنزل تجيب بيبس. يا ماما انا هجيبه من السوبر ماركت مش واخدين من على الناصيه. في ايه؟ وانت جاي الصوت كيس عمل صوت وبتاع اخلص عليك. انا مش فاهم ماما عايزه توصل الضيوف ان احنا بنعمل بيبسي في البيت. هاتوا بقى البيبسي بتاعنا، لا تقول لي بيبسي الشارع بقى بيجيب امراض كورونا. ابويا برضو كان غريب شويه. هو ابويا اول اب في الدنيا عنده فرط حركه بجد. يعني ببقى دايما عايز اقول مش هاخدك معايا تاني في حته. عارفين الكوميك اللي هو يقول لك احنا بنتخانق يوم الجمعه بعد ابويا مشفتها لحد دي اجازته، وبنتخانق بالليل. هو دايما هو عشان مواعيد شغله بالليل، فهو بيبقى قاعد في يوم اجازته ده بيرازي في اي حاجه. ممكن يصحى عليه في الحمام بيرازي في السخان، بيقول له مالك فيه سخن كده تعالى ننزل المستشفى. هو كده، هي دي حياته. ممكن يجي يرازي فيها يفتح الباب كالعاده يعني ايه ده؟ انت نايم؟ اقول له يا بابا نايم. يقول لي نايم كده؟ اقول ازاي؟ عامل ايه؟ يقول لي اهو واد التيشيرت ده.
تيشيرت يا بابا. ايه اللي مكتوب؟ بتكتبوا حاجات غريبه، ايه اللي مكتوب ده؟ قلت له مكتوب اي دونت كير. قال لي يعني ايه اي دونت كير؟ مرازيه، هي مرازيه. قلت له يعني باللغه العربيه لا ابالي فيها. قال لي يعني مش في دماغك. مش فاهم. لو لقيت تيشيرت فاضي اقول له تيشيرت فاضي، يقول لي فاضي زي حياتك، خناقات يلا. في الفتره دي كنت بشتغل معاه. هو بابا عنده، هو مستورد اكسسوار موبايل، اللي عايز جراب سكرينه بتاع دعايه تاني يلا. ده بجد مش افات. كنت اشتغل معاه ونقف في المحل، فانا بخش على زباين غريبه قوي. بعد كده دخل عليا واحد وقف على اول المحل كده وقعد يتفرج عليه. بقول لك يا حاج عندك جراب 6610؟ ولسه معاك الموبايل ده؟ ما تلفه في كيسه سمراء. ايه ده؟ قال لي انت عندك شاحن سن تخين؟ قلت له هتعمل بيه ايه ده؟ خلاص انتهى. قال لي انت عندك شاحن سن رفيع ونوكله في البيت. ما عنديش الحاجات دي. قال لي ما القاعد وفاتح محل، بتنزل نغمات ولا بتعمل ايه؟ قال ما عنديش. قال لي طب عندك الجراب اللي بتحط هناك؟ كاتم بيه ده. قال لي ده حلو قوي، ده تحط فيها الموبايل تيجي تكفل يمين عندك ولا دور في محل جنبك ولا ايه؟ سبت الشغل. انا مؤخرا اشتغلت بقى اكتر شغلانه كان نفسي اشتغلها، اشتغلت كوبي رايتر، ان انا اكتب اعلانات. انا كنت فاكر ان اول يوم في الشغل ده هعمل كامبين فودافون بمنتهى البساطه يعني، والمخرج اقول له ممكن اطلع في الدور اللي انا كاتبه ده. بعد كده اكتشفت ان الحياه غير كده خالص، وانت تاخدها ستيب باي ستيب وبتاع. اول كلاينت جالي، كلاينت ده مش مبدئيا اصلا ما ينفعش نقول عليه حد كلاينت، ده اللي بيعمل فينا المشاكل دي. اول حاجه كانت فوط صحيه. انا شايفه فيا ايه اعمل اعلان لفوط صحيه. بعدين بصيت على التيم لقيته كله رجاله. طب نعمل ايه؟ بجد لا مش فاهمين اي حاجه. بعدين كان الكلاينت بيزنقني مش بيقول لي معلومات. اقول له طيب حضرتك الفوط صحيه؟ قال لي الفوط الصحيه دي اللي حوامل. قلت له هي موجوده؟ ايه ده؟ قال لي دي اللي حوامل. قلت له طيب افهم من كلام حضرتك ان هي بتستخدم خلال 9 شهور. قال لي لا دي بعد الحمل. قلت له طيب خلال قد ايه؟ قال لي يعني اسبوع اسبوعين. قلت له طب ما نقول لها في ودانها ليه نعمل اعلان وبتاع. بعد كده قال لي طيب انا عايز اعلان بقى يكون غنائي وبتاع. قلت له الست نايمه مش قادره تتحرك، نعمل اعلان غنائي مين اللي يرقص؟ ليه؟ هنرجع تاني للفوط الصحيه. تاني كلاينت كان شامبو. جالي كان واحد هو مش كلاينت، هو اسمه الحاج كلاينت تقريبا. قعد معايا بقول لك ايه بص انا عامل شامبو مستورد بس انا عامله هنا. قلت له اسمه مستورد يعني؟ قال انا عامله هنا في منه ب 2000 وب3 وانا عامله ب 500 جنيه. عايزين بقى نبيعه لكلاس سي. قلت له انت فاهم كلاس سي دول اللي هم معانا في الميكروباص؟ لو في نص جنيه ورا اصلا 500 جنيه بالنسبه له يفكوا دقيقه، يخرجوا واحد من الحبس، ندفع جمعيه. 500 جنيه شامبو؟ لا اكيد. بدات انا مش عايز اجيب له افكار، انا عايز ابيع له البضاعه. قلت له طب بص تعالى نعملهم في اكياس ب 50 قرش كده شريط ونبيع. انا مش هعمل اعلانات خلاص. بعد كده بدات اتعصب، فجيب مديري بدا يهديني قال لي بص في كلاينت تالت شوكولاته. قلت بس شوكولاته طاقه بقى وبتاع والحاجات دي ما نكتب. قلت له طب قول لي بقى البريف وبتاع. قال لي بص هي الشوكولاته بجنيه. قلت له طب ما نسيبها باقي في الكشك، هي بايعه نفسها ايه. بعد كده بدا يتعصب قال لي يا خالد انت في ايه؟ ما تجيب اي يا عم فكره ب 2 جنيه. قلت له ما هي ستيل اغلى من الشوكولاته يا بجنيه. بعد كده حوار الفوط الصحيه ده، انا جيت في يوم كنت دؤوب جدا وعايز بقى اول كلاينت وبتاع، وماشي بالفوط الصحيه حطيتها في شنطتي. ففي يوم روحت البيت بشنطتي دي، فرميتها في الصاله ودخلت الحمام كده وبغسل وشي بتاع. ماما بتقول انا محتاجه فلوس. قلت لها ماما فلوس في الشنطه. خرجت لقيتها مخرجه اشلاء الشنطه وماسكه الفوط الصحيه. قالت لي هو ده الشغل؟ بعد كده رجعنا 20 سنه ورا، بدات تقول بقى لما ابويا جاي لي اقول له لقيت ايه؟ ابويا بقى ايه لقيت ايه؟ قالت لي لقيت فوط صحيه. قال لي الكلام ده حقيقي؟ قلت له اقسم بالله كان جنبها سجاير مش عارف ما شفتهاش ازاي. شكرا انا مبسوط ان انا كنت معاك. شكرا.